سورتان يبدأ بكلمة ويل، والويل هو الهلاك والعذاب، ويقول أنه اسم لواد في جهنم. هذه السورتان الأولى في أعراض الناس سورة الهمزة، والثانية في أموال الناس سورة المطففين. قال الله تعالى في سورة الهمزة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويل لكل همزة لمزة. وكلمة همزة ولمزة نسميهم بالعربية صيغة مبالغة، يعني نزيدوا في هذيك الصفة، كما نقول على إنسان أنه إنسان علامة، إنسان داهية. كذلك هنا نقول إنسان همزة، يعني يهمز الناس. وشن هو الهمز وشن هو اللمز؟ الهمز هو اللي يهمز الناس بالفعل ديالو، يعني يغمز عليهم، يوري عيوبهم بيديه، يشاور عليهم ويعيطوا العياب. واللمزة هو اللي يلمزهم بالقول ديالو، يعني يعايبهم، يقطع فيهم، يخرج سرارهم، يمشي بالنميمة، يفرق الجماعات. يقولوا عليه العلماء الطعان، وهما راهم في حياتنا بكثرة، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي. من صفات هذا الإنسان الهماز اللماز أنه يحب غير يجمع المال باش يستقوى به، ما يصرف منه، ما يستعمله في الخير. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، يعني يدير في باله بلي كثرة الدراهم راح يستقوى بهم ويخلدوه في الدنيا. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، يعني هذا الإنسان راهو غلط. كلا لينبذن، يعني الله عز وجل يرميه في الحطمة، في نار جهنم. وما أدراك ما الحطمة، أمر تاعها عظيم جدا. نار الله الموقدة، يعني النار تاع الله عز وجل الشاعلة، التي تطلع على الأفئدة، تدخل في جسم الكافرين حتى القلوب. الأفئدة هي جمع فؤاد، هو القلب. إنها عليهم موصدة، أي مغلوق عليهم هذا النار في عمد ممددة. قال العلماء أنها سلاسل وأغلال تربطهم داخل هذا النار، وكاين اللي قالوا مغلوق عليهم بالعمد الممددة، يعني بالأعمدة الطويلة. فالإنسان يبعد قدر المستطاع من هذه الصفات اللي مذكورة في سورة الهمزة، واللي هي الهمز واللمز وجمع المال بلا ما نصدقوا منه، بلا ما نحسنوا استعماله، لأنها من كبائر الذنوب.